يا مساء العسل. خلينا النهاردة نعمل مع بعض أحلى نايتي كيك. فاكرين النايتي كيك بتاعت زمان اللي كانت بتبقى بالكريمة أو الفراولة أو الشوكولاتة؟ بتبقى طرية كده وهشة قوي 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 وقطنية كده، حاجة كده تفكرنا بطعم زمان. أوعدك إن هي هتطلع معاكي طرية قوي وهشة وقطنية زي ما قلتلك، فلافي جدا. والحشوات زي ما انتي حابة، والله عايزة تعملي مربى فراولة، عايزة تعملي مربى مشمش زي ما انتي حابة، كريم شانتيه، تحطي ما بين الطبقات مكسرات، عايزة تخليها سادة برضو براحتك. ده شيء يرجعلك والتشكيل شيء يرجعلك. بس بصي هي ازاي طرية قوي كده، زي اللي انتي بتجيبيها بالظبط كنا زمان يعني وبناكلها. بس حاجة انتي عاملاها في البيت بايديكي لولادك وليكي وتفرحي بيها نفسك، حلوة قوي. بس قبل ما ابدأ معاكم الفيديو، معاكم منار الكيال. اتمنى لايك وشير واشتراك في القناة، واتمنى ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نسمي الله. اول حاجة معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. انا هفصل البياض عن الصفار. عندك الصفاية اللي بتفصل البياض عن الصفار براحتك، ما عندكيش نفس الخطوات اللي انا بعملها دي. هبتدي افصلهم كلهم، وهجيب معايا هنا معلقتين مثلا او معلقة ونص سكر بودرة، واحطهم على الصفار وهبتدي ان انا اضربهم مع بعض. اول ما لونهم يفتح كده هنزل عليهم بكوباية لبن، وهقلب كويس. كل حاجة هحطها هقوم برضو مقلبة. تمام. عندي هنا كيس فانيليا كامل وبرضو بقلب. هنزل بربع كوباية زيت اللي هو فيما يعادل بالجرامات، هنقول 70 جرام زيت. جميل كده. وخلصت تقليب، هجيب الدقيق بتاعي وهنزل عليه بمعلقة بيكنج باودر ورشة ملح، وهجيب المنخل بتاعي وهبتدي ان انا انخل الدقيق بالبيكنج باودر برشة الملح على المكونات اللي احنا منزلينها، الزيت واللبن وصفار البيض والفانيليا، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس. العجينة معايا لازم تبقى سايلة زي ما انتوا شايفين كده، ما تبقاش فيها كتل ولا تبقى جامدة. هجيب البياض اللي احنا فصلناه مع بعض، واجيب المضرب الكهرباء، وهبتدي ان انا اضرب البياض. اول ما لونه يفتح معايا هبتدي انزل بالسكر بتاعي تدريجي. السكر ده اللي احنا واخدين منه معلقة ونص تقريبا في الصفار، والسكر ده مقداره بالجرامات بالظبط 100 جرام سكر بودرة. اول ما تعمل منقار كده معايا زي كريم شانتيه كده، بالنسبة لي المارينج جاهز. هبتدي بقى ان انا اجيب الصفار البيض اللي احنا ضربناه مع بعض مع الدقيق والحاجة، وهبتدي انزل بالمارينج معلقتين مثلا عليه، وهبتدي ان انا اخلط كل المكونات دي مع بعض. كده الخطوات تمام معايا. اول ما اتاكد ان هو خلاص اختلط ببعضه هقوم نازله على المارينج على طول بيه، وهبتدي ان انا بس اقلب بالراحه من تحت لفوق. وكده خلاص يكون معايا جاهز. اكون محضره الصينيه بتاعتي عليها ورقه زبده، وهنزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه ده كله. جميل. على فرن سخن درجه حراره 180 بالظبط 15 دقيقه. انا مش فاتحه شوايه خالص، انا فاتحه المروحه. لو انت ما عندكيش مروحه هتدخليها الفرن مثلا هنقول 15 دقيقه من تحت. تمام. وبالكتير قوي قوي من 4 ل5 دقايق من فوق. اساوي بس كل العجينه اللي احنا نزلناها في الصينيه عشان ما تبقاش في حتت قبه وحتت لا. وعلى الفرن العجينه التانية نفس الخطوات بالظبط، بس الجزء بتاع الدقيق اللي احنا حطينا عليه البيكنج باودر والملح هبتدي بس احط عليه معلقتين كاكاو. عايزه تحطي عليه كاكاو خام او كاكاو عادي طبعا ده شيء يرجع لك. ولو الكاكاو العادي خلي بالك من مقدار السكر عشان ما يسكرهاش قوي، انتي وضميرك بقى في الحته دي. برضو هخلي الخليط معايا سايل، وهنزل عليه برضو على المارينج هاخد معلقتين منه.
وهقلب برضو، وبعد كده هنزل بيه على المرنج كله وهقلب بالراحة من تحت لفوق. ادي الصينية التانية بتاعتنا اللي بالشوكولاتة خلصت. برضو صينية عليها ورق زبدة والفرن شغال معايا. هحطها وهفردهم كويس، وهرج الصينية بتاعتي كويس علشان اي فراغات هوا تتملي وتبقى العجينة عندي كلها سوا واحد. ادي اول صينية معايا خلصت، اللي هي بالفانيليا العادية خالص، ما شاء الله زي الفل. قطعتها على مقاس صينية عندي عشان اعرف اقطعها زي الجاتو مثلا، او زي النايتي اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، يعني نفس شكل الكيكة كده. عندي هنا لبن فيه متدوب معلقتين سكر مثلا، بحاول ادوبهم كويس، وخرمت الكيكة بتاعتي وببتدي ان انا اسقسق بيه. جميل، يعني قطعت الكيكة على نفس مقاس الصينية دي بعد ما طلعت من الفرن، وبعد كده سقسقت بلبن وسكر، وبعد كده عملت كريم شانتيه. انت اي حشوة عايزاها، مربى، كريم شانتيه، مكسرات، اي حاجة اي حاجة انت محتاجاها، او سادة عادي براحتك. وادي الصينية التانية خلصت اللي بالكاكاو، قطعتها برضو على مقاس الصينية دي وحطيتها. برضو بعمل نفس الخطوات اللي عملتها في الكيكة الاولانية اللي تحت. ببتدي ان انا اخرمها كده وبسقسقها باللبن والسكر. تمام. وبعد كده بنزل عليها تاني بطبق كريم شانتيه. التزيين ده شيء يرجعلك انتي. وكان عندي شوكولاتة سيحتها، وهنزل عليها بأي شكل عشوائي عادي. وبعد كده بجيب الخلة دي بتاعت الشيش طاووق، وببتدي ان انا بس اخلي الاشكال كلها لحد ما كويسة. جميل. وعلى التلاجة على طول، عايزة بقى تسيبيها نص ساعة، ساعة، عايزة تسيبيها لتاني يوم براحتك. انا عامة بسيبها في حدود نص ساعة بس الشوكولاتة تجمد، وببتدي ان انا اخرجها وابتدي ان انا اقطعها نفس الجاتو مثلا، نفس شكل الجاتو. الشكل اللي في النص ده علشان الاسترتش وقع من عليها، فكنت حطيت شوكولاتة تاني، عشان كده الشكل مش مظبوط قوي. فخلي بالك وانتي بتحطي الاسترتش، او انتي بتغطيها وانتي بتحطيها التلاجة. بعد ما قطعتها بصوا القطعة مظبوطة بالظبط. والله فعلا يعني حلوة قوي قوي قوي. في الوقت اللي احنا فيه بنبقى محتاجين حاجات مسكرة كده، بالذات لما يبقى سكرها كده مظبوط وخفيف وهادي، والطعم خطير والله، نفس بالظبط اللي احنا بنشتريها من بره. والشكل ده يرجع لك انتي، والحشوات ترجع لك انتي، جنبها كوبايه شاي كده، والف هنا على قلبكم. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، واتمنى ما كنتش طولت عليكم الفيديو. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مع السلامه.